دابا شكون غيديه دابا؟ يدوا لها المغاربه الاخرين. المغاربه غيمشيو الاخرين غيمشيو، ولا شكون غيديه دابا؟ ما يدي حتى واحد، ما يدي يبقى بلاصتو. ايه يا ابن عمي، خروج ليلى عبد اللطيف ودخول خديجه الزغرته. خديجه الزغرته ابن عمي تدخل على خط التوقعات وتتوقع ما يلي، حتى واحد ما غيدي داك الكاس. وكل البوادر ابن عمي تدل على ذلك. الكاس هبيل، كوبا هبيله. الكوت ديفوار جدك. الكوت ديفوار في آخر ثانية من الدقيقة 90 تتعادل، وفي آخر ثانية من الأشواط الإضافية تنتصر ب10 لاعبين. إيكامبي يا ابن عمي، إيكامبي أس اثنان، إيكامبي النسخة المتحورة. أوب 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 أوب، حذاري حذاري حذاري. معليش كتوقع ابن عمي. إذا ما تفهم حتى وزة. منتخب الإيفواري بعد أن كان مقصيا بشكل نهائي أو شبه نهائي، ها هو الآن في نصف النهائي. والمنتخب المغربي الذي كان له الفضل، زوينة هذا الفضل غنبقاو عاقلين عليها ابن عمي، نكرهوهم في ذاك الفضل. والمنتخب المغربي الذي كان له الفضل خرج من ثمن النهائي. يعني خايبه حتى المعوده. درتي الخير في شي وحدين وسبقوك بجوج درجات، وغيزيدوا جوج درجات اخرين وغيقدروا الى وقع داك الكاس. ما نعرف داك النهايه، لان دابا خديجه الزغرته قالت لك حتى واحد ما غيدي. يقدر السي حسن وطرا يدير لنا شي مفاجاه، يديو داك الكاس وغادي يعلن في خطاب تاريخي بان هذا الكاس مهداة الى الشعب المغربي. غيصدق ما ربح لا المنتخب ديال كوت ديفوار لا المنتخب ديال شي، غيربح الشعب المغربي. يقدر يديرها، لان اخوتي راه شي حاجه غريبه، حتى داك عجيبه ما غاديش تخرج. الكونغو في الدومي فينال، السنغال المرشحه رقم 1 طارت، المغرب المرشح رقم 3، مصر المرشح رقم 2. شي وحدين واخا ما ترشحوش كانوا مأملين يكونوا، ولكن هما مولفين كيخرجوا في الدور الاول. غير ذاك المره خرجوا بنقطه، هذه المره خرجوا بنقطتين. يعني موريتانيا طلعت، ذاك المنتخب ديال تنزانيا بدون مدرب تعادل 2 ديال التعادلات. الكوت ديفوار بالمدرب خسرت 4-0. يعني ما تفهم حتى وزع حتى زعتا يا ابن عمي. وفي الاخر التاريخ سيسجل. هادو اللي كيكتبوا دابا هادشي نتاع التاريخ ديال كؤوس افريقيا وهادشي ديال المحافل الكرويه، وقد فاز بها المنتخب الفلاني بعد ان كان بحال داكشي نتاع الدنمارك. عقلتو داك الدنمارك في 92 كاس اوروبا ما كانش مرشحه كاع، ما طلعتش كاع، وملي داروا العقوبه اليوغوسلافيا طلعت هي في بلاصتها ومشات دات لهم الكاس. بيتر شمايكل، واحد 2 ديال التوام نسيت سميتهم، هذيك الدنمارك راه بقات متورخه. انا عاقل عليها، انا ما عنديش ثقافه كرويه قديمه ومازال عاقل عليها. كتبقى مسجله ابن عمي. اذا غتبقى مسجله بان الكوت ديفوار ان شاء الله تمشي لنصف النهايه وتمشي للنهايه وتدي ذاك الكاس. لان بهذه الروح هذه اللي لعبوا بها، باش ترجع انت في الدقيقه الاخيره وتعاود ترجع في الدقيقه الاخيره ديال الاشواط العاديه والاشواط الاضافيه، خاصك تكون يعني مسكون بالمؤامره الايكامبيه. ايكامبي فكره، والفكره لا تموت. وكل مره شكون الضحيه؟ اول ضحيه كان زفان عبيد فارس، ودابا الضحيه ابن عمي هي المنتخب المالي الذي كنت اتمنى حتى هو يمشي للفينال. غير ذاك المجلس الانتقالي في مالي عاود. ولكن حتى الكوت ديفوار يستاهلوا. خير حسن وطرا ديالنا معنا، خاصة إلا عطانا ذاك الكاس، واخا غير هكا شفويين يقول هكذا سيتم إهداء هذه الكأس للشعب المغربي. وفي الحقيقة يعني المغاربة يستاهلوا، لا باليوتيوبرز ديالهم، لا في اليونسرز ديالهم، الجمهور ديالهم، المغاربه اللي تما في الكوت ديفوار، السفير نتاع المغرب تما في الكوت ديفوار، هذيك السيده كوثر يمكن اللي تما في الكوت ديفوار، الاعلام المغربي اللي كان حاضر في الكوت ديفوار، المنتخب المغربي اللي كان حاضر في الكوت ديفوار.
يعني صورة جميلة ورائعة وراقية. أدب الإيفواريين ابن عمي كل شيء كيحتفلوا اليوم، كل شيء كيشطح على الشعبي، كل شيء بالنساء بالرجال. الشعبية ابن عمي ما كاين غير الدقتم، تكز تك تكز تكر تقز تقتن تكر بقت. وهذيك ديال اتاي هذيك ديال سوس، ذاك الاغنيه ديال سوس الصباح، صباح الخير تنميم، صباح الخير اودي، هذيك لمن كيقولوا التاثير ابن عمي، هذه هي التاثير نتاع القوى الناعمه. الحضور الثقافي المغربي صار يعني مغروسا في روح الكوت ديفوار والكان تاع 2023، وغيتعادوا به باقي الدول وباقي المنتخبات وباقي الشعوب من داخل كوت ديفوار ابن عمي. فيبا اذا احنا الكاس ديناها الربح المعنوي والمادي. انا جايك لان المغرب غادي يستقبل عاود 2025 ابن عمي، واجي تفرج داك الساعه عاود الحجم ديال الحضور، خاصة إلى الظرف الصيف. أنا قالوا لي كاين شي مشاكل على مستوى هذا الصيف، ولكن إن شاء الله إلا مشينا حتى درنا في الصيف غتكون أنجح نسخة نتاع الكان في تاريخ إفريقيا والعالم. اش غدير الخدمة خصها تمشي هكذا ابن عمي. الانتيليجنس ديال القجع ومن معه، ايوا ما تبقاش تحسبها غير قصيرة فين ادرينالين تعصب. ايوا حتى حنا تعصبنا وتنيرفينا وبقينا كنحيحوا، ولكن بعدها بدقائق صافي. اش غدير كرة القدم هي هذه، غنبقاو نديروا عاود الكوساسه والبوساسه والعوساسه. شكون صادي نقدر يديرها حتى في بلادو، قسم داك البلاد كاع على جوج، شي مع بالماضي شي مع صادي، شكون غيديرها؟ ايوا اذا هكذا صافي، يعني هادشي اللي وقع. موتسيبي ياك جنوب افريقيا، لا لا ابن عمي خسرنا ما فيها بولفهمه وما فيها ولا حتى شي حاجه. صافي بنادم يتحمل المسؤوليه ديالو. حاكمي ضيع بينارتي، حاكمي بغى يتفلسف، معليش كتوقع، ما علينا. نرجعوا ابن عماي باش نقولوا للاخوه الايفواريين مبروك عليكم مره اخرى، وغادي نبقاو نفوحوا عليكم وغنبقاو نمنوا عليكم بحال داك صاحبي اللي كان واحد المره سلف لي الصباط، كنت عاودتها لكم ياك. هذاك صاحبي كان سلف لي الصباط هكذا، وقتاش ما لبستو حيت انا من بعد حروشتو ما بغيتش نرد له داك الصباط. ايوا باش ينتقم مني، وقتاش ما شافني لابسو هكذا في شي مناسبه كنبان بوكوس كيقول لهم شتو الطبوكيسه تاع ابرنوس غير من داك الصباط ديالي، زعما الصباط ديالو، فهمتي؟ حنا هكذا دابا شتو داك التاهل ديال الكوت ديفوار، حنا السبب، الفضل يعود لنا. شتو الطلعه اللي داروا الربع، حنا الطلعه اللي داروا النصف، حنا وان شاء الله يطلعوا الفينال عاود ونكونوا حنا، ويديو داك الكاس ونقولوا لهم حنا، ونجيبوا داك المنشار ونديو نص الكوبا ديالنا ولا الكوبا كامله ولا ما عرفت. المهم هيا في خاطر خديجه الزغراته، بيبا باي باي. ليلى عبد اللطيف مشيتي فيها غا بنت عمي، بسلامه، باي 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 باي.